مرحبا أعزائنا المتابعين. اليوم وبفصل جديد سنتعرف معا على نظام الحماية والدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا حسب العقد الاجتماعي. ففي المادة رقم 111 تعرف الحماية والدفاع الذاتي كالتالي: الدفاع الذاتي هو ضمان واستمرار للحياة، وانطلاقا من الحق والواجب في الدفاع عن الوجود، استوجب تأسيس نظام الحماية الذاتية اعتمادا على وعي الدفاع الذاتي المشروع والمجتمع الديمقراطي المنظم في شمال وشرق سوريا من خلال: ألف، قوات حماية المجتمع. 1. قوات حماية المجتمع هي القوات المسؤولة عن حماية شمال وشرق سوريا وعن تأمين حماية الأرواح والأملاك للمواطنين ضد جميع الهجمات والاحتلال. 2. الدفاع الذاتي هو حق وواجب على كل مواطن، وواجب على التجمعات الأثنية والدينية المنظمة المشاركة وبشكل فعال في نظام الدفاع الذاتي، بدءا من الأحياء، القرى، المدن وكل الوحدات السكنية. 3. تنظيمات قوات حماية المجتمع تنظم تحت ظل قيادة عامة مشتركة، وتكون هذه القيادة العامة مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي وأمام قوات سوريا الديمقراطية. والتنظيمات المحلية لقوات حماية المجتمع تكون مسؤولة أمام المجالس الشعبية المحلية. ب. قوات سوريا الديمقراطية. 1. قوات سوريا الديمقراطية هي قوات الدفاع المشروع في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 2. تعتمد الانضمام الطوعي لأبناء وبنات الشعب وواجب الدفاع الذاتي. 3. يتم الإشراف على فعالياتها من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وهيئة الدفاع. 4. تنظم نفسها بشكل شبه مستقل ضمن نظام الكونفدرالية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا. 5. مكلفة بالدفاع عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وكافة الأراضي السورية وحمايتها تجاه أي هجوم أو خطر خارجي محتمل. 6. مسؤولة أمام مجلس الشعوب الديمقراطي والذي يصادق قيادتها العامة. ج. وحدات حماية المرأة. 1. الدفاع الذاتي حق للمرأة وواجب عليها، ولها الحق في تنظيم نفسها ضمن تشكيلاته. 2. وحدات حماية المرأة هي قوات الدفاع المشروع عن المرأة وعن المجتمع، وتنظم نفسها بشكل خاص ضمن قوات سوريا الديمقراطية. د. جهاز المخابرات الوطني يقوم بجمع المعلومات وردع التهديدات الموجهة للأمن الوطني في شمال وشرق سوريا. يعمل كمؤسسة تابعة للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا أو نوابها. ه. قوات الأمن الداخلي. 1. هي القوات التي تقوم بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا. 2. تعتمد على الانضمام الطوعي لأبناء وبنات الشعب في شمال وشرق سوريا. 3. يتم الإشراف على فعالياتها من قبل المجالس الشعبية وتتبع إداريا وتنظيميا لهيئة الداخلية. 4. تقوم المرأة بتنظيم نفسها ضمن تشكيلاتها بشكل خاص. وإلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.